السلام عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جبت لكم اليوم حاجة تجمع بين الكنافة والعجينة المورقة، خاصة عشاق الحلويات الشرقية والسورية رايحة تعجبكم. هذه آخر صيحاتها، جبتها لكم كما أنها توالم كذلك مرضى السكري، الله يشافيهم ويعافينا مما ابتلاهم. تبعوا معايا الوصفة للنهاية، سهلة وبسيطة جدا. وما تنساوش تخليوا لي لايك وكومنتار، واللي مازال ما اشتركش نقولك اهلا وسهلا في قناتي، مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني. بسم الله وعلى بركة الله نبداو في هذه الوصفة السريعة. في وصفتنا رايحين نحتاجو للعجينه المورقه. انا درت الجاهزه. هنا المكسرات ديروا اي نوع، ولا تقدروا ما ديروش نهائيا وتكتفيو بالجبن. درت معاكم جبن كيري لانه نعرف يتواجد في اي دوله. استخدمت منه 6 حبات انا هنايا في هذه الكميه، وضفت عليه حوالي 100 غرام نتاع بيستاش ولا فستق حلبي. قلت لكم تقدروا تعوضوا باي نوع من المكسرات ولا ما ديروش. وهنا ضفت عليه ملعقتين من العسل، ولا ملعقه كبيره معمره مليح. كما قلت مرضى السكري راهي توالمكم، تقدروا ديروا هنا العسل الحر وتكتفيوا غير بهذه الكميه القليله تاع العسل اللي هي ملعقه واحده. نضيف انا الكميه المتبقيه تاع الفستق تاعي، ونبدا نعجن في هذه الخلطه الجبنيه. تجي بزاف بنينه، جربوها وتجي هذا هو قوامها. وحكمت هذيك العجينه المورقه. ثم العجينه المورقه تاعكم لازم تبسطوها رقيقه كيما هكذا، وتقطعوها مربعات صغيره. وها هي كي الجبنه هذيك بعد ما كورتها كويرات صغار في الحجم، يعني عينكم ميزانكم، حوالي هكذاك 15 غرام في كل كريه. ونبدا نحط هذيك الكريه في الوسط تاع العجينه المورقه، ونغلق عليها مليح مليح ونكورها. هنايا راني نركز على الغلق هكذا باه ما يخرجش الحشو تاعي وما تطرطقش الحبات تاعي، يعني سوديوها جيدا بهذا الشكل وكوروها واعطوها شكل كريه صغيره. انا استعملت هنا 275 غرام من العجينه المورقه، خرجت لي 13 حبه كما راكم تشوفوا من هذه التحليه الشرقيه. وهنا هذه ماشي ضروريه، تقدروا ديروا غير بلاطو تفرشوه بورق الزبده وتخدموه عادي. انا استعملت المول تاع ميني مافن ولا ميني كاب كيك، دهنته بخليط بين الزبده والسمن. هنا السمن ضروري باه يعطيكم ذوق البقلاوه التركيه هذيك. وهنا جبت حليب نكهته بالفانيلا، والشعر تاع القطايف ولا الكنافه رحيته بهذا الشكل، ما ترحيوهش حتى يولي بودره، غير يولي خيوط خيوط. نغطس الكريه تاعي في هذاك الحليب المنكه بالفانيلا، ونولي نرمدو هنايا في هذاك شعر القطايف بهذا الشكل. حاولوا ترمدوه مليح مليح من كل الجوانب هكذا. حاولت في هذه التحليه نقص السكر على قد ما نقدر، بما انه نعرفوا رمضان فيه بزاف اطباق والدهون، ونزيدوا الحلوى رايحه تهرب لا طي ما يجي العيد، يعني نكونوا رحنا فيها. ولهذا ديروا حوايج خفاف كيما هكذا غير مع كاس تاي، وحنا درنا احلى سهريه. نكمل انا الحبات تاعي كاملين، وهنا هذو تحضروهم وخليوهم في الثلاجه حتى يقرب وقت التقديم، ونحطوهم في فرن مسخن مسبقا على 170 درجه. نحطوهم الساع يطيبوا لنا من الاسفل. بعد ما يطيبوا لي من الاسفل ويتنفخوا بهذا الشكل، نجبدهم ونزيد ندهنهم من الفوق بالسمن والزبده، ونكونوا سخيين. ادهنوهم بطبقه مليحه باه ياخذوا التحميره كامل كيف كيف. وهذا هو طيابهم، ما تقويوش عليهم باه يطيبوا كيما بعضهم. هنايا مرضى السكري يكتفيوا بهذه المرحله وياكلوهم هكذا. واللي يحبوا الحلاوه شويه يسقيوهم كيما انا بحليب نيسلي بطبقه رقيقه ونزيدو نقدموه معاها. واللي يحبوا الحلاوه بزاف يعسلوهم هنا بالعسيله، يحطوا كل حبه فوقها ملعقه عسل. والتزيين اختياري، انا زينتهم بشويه بيستاش وشويه ورد جوري. وهذه هي نتيجة الحلوى الشرقية تاعنا، كما بغيتوا تسميوها سميوها، تبنيجة ولا حلوى، تجي هايلة. ديروها في سهراتكم ورايحة تفرحكم. نتمنى انكم تجربوها، شوفوها من الداخل كيفاه تجي خفيفة ومقرمشة ما شاء الله. ورافقوها للفلون وانتم درتوا سهرة من اروع ما يكون. ما تنساوش تجمجموا لي وتخليوا لي تعليق، والسلام عليكم.